سلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض شويه محشي كوسه كده باللحمه المفرومه ومعاهم شويه بطاطس بارده. اول حاجه هنبدا بالكوسه. نجيب الكوسيه الصغننه اللي زي دي كده، حلوه كده متوسطه، لا كبيره ولا صغيره، وتشيلي الزعنفه بتاعتها اللي هي دي كده، بسم الله كده، واللي ورا دي، ونبدا نعمل مع بعض. نقور كده بالمقور اللي اخترعه ده، اللي اخترعه تحفه تحفه، مياخدش منك ثواني. بسم الله كده مع بعض. يطلع معاكي بالشكل التحفه ده. الترميش ده عشان نحطه تحت الكوسه في الصينيه عشان النص. هنشيل البواقي بس كده بدي، احنا مش عايزينها ايه، متفضيهاش على الاخر عشان الكوسه تبقى ملحمه شويه. اهي هتبداي كده بقى تعملي كده، جزعيها كده، منها نظافه ومنها شكلها يبقى حلو. بالمقوره ديت كده، الخشنه دي نتعيد عليها كده من جوه، بس ايه، تجيب الزيادات بس. اهي هتلاقيها زي الفل. ما تنكيش تعملي فيها على الاخر عشان خاطر ما تبقاش رهيفه وتتهري منك في الاكل بسرعه. اهي خلص كل الكميه ونرجع لكم بعد. حبايبي خلصت كل الكميه اهي، هنحطها في ميه كده بس من غير ملح ولا اي حاجه، ميه ساده اهي عشان لو فيها اي شويه تراب اي شوائب تطلع. ونسيبها بقى قبل ما نعمل ايه، الخلطه بتاعت اللحمه مع بعض في نفس الفيديو. بصوا يا حبايبي، احنا طبعا بعد ما عملنا الكوسه وحطيناها في ميه، هنبدا نعمل البطاطس مع بعض. انا قشرتها وغسلتها اهوتي وعملت شويه اهو، اوريكم بقى بتتعمل ازاي. نفس القصه بتاعت الكوسه بالظبط. تشيلي حته من هنا كده وحته من تحت عشان تبقى تقف كده في الصينيه ما تتكبش، بنفس المقوار اللي قلت لكم عليه ده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي ما توصلش للاخر عشان ما تبقاش رهيفه برضه، عشان البطاطس لسه هتتحمر في الزيت. نفس المكان جنبها اهو. تطلع تحفه دي، هنحمرها دي، مش بنرميها على فكره، تطلع شبه السناكس اللي بتتشرب من بره. بس كده بقى هتخش بالمقور التاني، تسلكي بس كده. اهي معاك اهي، بس دي عشان لونها اصفر تبقى ماسكه نفسها، مش عايزاها مهريه. كمان واحده مع بعض اهي، تاني واحده اهي، متاخدش معاك ثواني. في ناس بقى بتحط القلب بتاعها ده مع اللحمه المفرومه في قلب البطاطساية، بس انا مش بعمل كده عشان لما بتتهري بتبقى طعمها بطاطس مش لحمه. كل واحد اللي يريحه يعني برضه. اهي على اخر واحده معاكم، ادي واحده كمان معاكم اهي. اهي مقوار التحفه ده خلصك في الانجاز في ثواني وتسلك الجبس. خلصت كل الكميه كلها اهي. شويه ملح كده صغيرين في الميه، نسيبها كده بس ربع ساعه قبل ما نحضر الطاسه والزيت والخلطه بتاعت اللحمه. ودي نفس القصه اهي اللي قلت لكم طلعت من نص الجمال.
هنحمرها، نحط فيها شويه ملح ونحمرها ونعملها سندوتشات للعيال. بعد ما صفيت البطاطس، بعد ما غسلتها صفيتها اهو، نحمرها بالزيت. بصوا يا حبايبي، انا كده حمرت البطاطس، مش حمرتها، انا اديتها صدمه اهي، مش اكتر ولا اقل من كده اهي. عشان ايه بقى الصدمه دي؟ عشان انت لو ممكن تعمليها نيه بس هتتهري منك في الفرن، لو حطيتها في الفرن قبل ما تحمر هتلاقي البطاطسايه طالعه كده ايه، مهريه منك، فدي تديها صدمه تستحمل النار. بس انا معرفتش نجيب. خلاص حبايبي، طلعت البطاطس اهو، بس لقيت اللون تحفه تجنن. شويه بقى كده ايه ونعمل مع بعض الصلصه عندي كده. يلا حبايبي مع بعض هنعصج اللحمه ونعمل الصلصه مع بعض في آن واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. كده شويه زيت، سمنه كده عشان خاطر ايه، حبه البصل كبار. بس هننزل بكل كميه البصل مع بعض اهو. يلا حبايبي كده حمرت البصله كده، اخدت نصها. هنعمل فيه الصلصه الحمراء اللي هننزل فيه اللحمه المفرومه. بسم الله. كده هنا البصله احمرت، هننزل بصلصه الطماطم اهي. خلي معلقه واحده للحمه بس عشان بتديها طعم حلو. ديت ايه بنحط على الوش بتاعت الكوسه وبتاعت البطاطس. اسمر كده حلوين، على نفس القصه شويه فلفل اسمر حلوين، شويه بهارات كده حلوين، شويه كمون حلوين عشان البطاطس بتحب الكمون. برضه حبه صغيرين كده، وشويه ملح حلوين كده، وهنا شويه ملح حلوين برضه كده، تملورة حلوين اهو. السمحة حبهان برضه حلوين اهو. افتحيه كده واعرفي انت حاطه كام واحد عشان تطلعيهم قبل ما تحشي. 3 اهو. بابريكا كده حلوين عشان تديها طعم التدخينه كده ولون برضه. يا حبايبي اهي اللحمه كده استوت اهي ما شاء الله عليها. برضه واحده ايه مرقه كده تطعيمه. ادينا في نفس الحكايه، استوت الصلصه اهي، واحده تطعيمه دي بتخلي اللحمه طعمها تحفه. معلقه الطماطم قصدي مش الصلصه. يا حبايبي ايه رايكم؟ بسم الله ما شاء الله، تحفه تحفه عليكم. خلصنا اهو، انجزنا في الانجاز. بسم الله ما شاء الله كده استوت اللحمه خلاص اهي، شربت كل اللي فيها اهي. هنغطي عليها، نغطي ونغطي عليها. والصلصه برده نفس الحكايه اهي. انا عايزاها كده مرقه، لسه هنزودها شويه ميه كمان عشان اللي هتسوي فيها الكوسه والبطاطس. هنركب الصواني اللي احنا عاملينها مع بعض، البطاطس والكوسه. حبه كده في قعر الصينيه كده عشان البطاطسايه ما تمشيش. بعد كده اهو ما تمليش البطاطسايه على الاخر يعني، عشان خاطر هنحط لها لسه شويه صلصه. نرص كده في الصينيه. خلصنا كده البطاطس حبايبي اهو، هنخش على الكوسه. حبايبي هنا انا خلصت البطاطس، هنبدا نعمل الكوسه. الكوسه بقى حطيت عليها خضره كتير، كل انواع الخضره اهي. ايه رايكم؟ ودي بقى ايه، كوبايه رز بسمتي واحده. انا بصي سلقاها، مش سلقاها، انا حطيتها في ميه بتغلي يا دوب، غلت غلوه واحده بس عشان تدي طعم وشكل رائع للمحشي لما يستوي. مش هتبقى كلها لحمه صافي كده، اللي عايزها لحمه صافي مفيش مشكله، بس انا بالنسبه لي حباها بالمنظر ده. تطلع حبايه رز مع حبايه لحمه كده بيبقى شكلها تحفه. وده اللي كان بش الكوسه اللي طالع من جواها اهو، عشان يحافظ لك على الصينيه ويحافظ لك على الكوسه ان هي ايه ما تلزقش في الصينيه البايركس دي.
والصوت. بص يا حبايبي كده بقى نبدأ نحشي مع بعض. الشكل الرائع ده. شكلها تحفة ما شاء الله عليها. يا حبايبي بصي خلصنا كده حشو الكوسه والبطاطس. هنبدا بقى نحمرها في الزيت اهو. نديها صدمه في الزيت اهو عشان هي هتخش الفرن مش هتغيب معانا اكتر من 10 دقائق. بص بقى هات اللون بقى ده كده. خدت اللون اهي، اللون اللي احنا عايزينه اهي. يا دوب هتخش الفرن مش هتستحمل، هما بالظبط 10 دقايق هتكملها عشان كله مستوي. اللحمه طيبه والرز واخد له غلوه. يا دوب هتخش الفرن تاخد بس لون وتاخد طعم الصلصه وبس على كده. يا حبايبي ايه رايكم؟ خلصت اهو. مش محتاج بص 10 دقايق بس. الكوسه بسم الله ما شاء الله كله مستوي، رز مستوي، كوسه مستويه، لحمه مستويه، مفيش الا بص ايه ياخد الطعم بتاع الصلصه دي. الحاجه البطاطس اهي. دي نفس الحكايه اهي. معلقه شوربه واحده اهي، كبشه شوربه واحده اهي. بس كده زي الفل. وعلى الفرن على طول. انا مولعه الفرن اهو بس يسخن كمان شويه وهنحطهم لكم ونوريهم لكم بعد ما يطلعوا من الفرن شكلهم ايه. يلا يا حبايبي طلعت صينيه الكوسه من الفرن اهي. ايه رايكم؟ بص الطراوه سخنه بس مش محتاجه تعليق والله. بسم الله ما شاء الله عليها. عايزه اوريها لكم من جوه. شايفه اللي قلتلكوا عليه؟ بص حبيت الرز مع اللحمه اهي. حبيت رز وحبيت لحمه. ايه رايكم؟ ما تنسوش بقى اللايك وشير وتجربوا كل وصفاتي وتقولوا لي ايه رايكم في التعليقات. بس عشان الصينيه سخنه. ايه رايكم في البطاطس؟ بسم الله ما شاء الله عليها. ايه رايكم؟ يلا بقى جربوا وصفاتي وقولوا لي رايكم واعملوا لي لايك وشير. واللي ما اشتركش في قناتي اشترك في قناتي عشان نقدم لكم كل ما هو جديد ولذيذ من يدي هالة. يلا والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.